في قلب قرية وادي الأسرار، حيث كانت أشجار الزيتون العتيقة تشهد على أجيال من الصبر والكفاح، عاش فلاح يدعى عامر. لم يكن عامر مجرد فلاح، بل كان رجلا وسيما قوي البنية، تزين وجهه سمرة الشمس الطيبة، وعيناه تعكسان حنانا عميقا. كان يملك بقرة، لا كأي بقرة، بل كانت رفيقة دربه ومصدر رزقه، وكنزا لا يقدر بثمن. كان يعتني بها وكأنها قطعة من روحه، يشاركها هموم اليوم وفرح الغد. لكن سعادته لم تكن كاملة، فقد خطف الموت زوجته الحبيبة فاطمة، تاركة خلفها طفلين بريئين، أمين وليلى. قبل أن تغيب شمس حياتها، همست فاطمة لعامر بكلمات حفرت في قلبه عميقا: لا تبيعها، دعها لأولادنا. كانت تشير إلى البقرة، وكأنها تعلم سرها الخفي، بركتها التي ستحمي أطفالها بعد رحيلها. عاش عامر لأجل طفليه، كانت الابتسامة على وجههما هي وقوده الذي يدفعه للاستمرار، والأمل الذي ينير دربه المظلم. كان يسهر الليالي على راحتهما، ويشاركهما ما يملك حتى لو كان ذلك قليلا. مرت الأيام وضاقت الحياة على عامر، دفعه ضغط الوحدة وحاجة طفليه إلى ترعاهم للزواج من امرأة أخرى تدعى زهرة. كانت زهرة تتمتع بجمال خارجي أخاذ، لكن قلبها كان كصحراء قاحلة لا ينبت فيها سوى الحسد والضغينة. أنجبت زهرة طفلة سمتها ملاك، وكانت تعاملها كملكة، بينما كانت تعامل أمين وليلى بقسوة لا مثيل لها. كانت تحرمهم من أبسط حقوقهم من الطعام والشراب، حتى كادت أجسادهم النحيلة أن تذبل. لكن القدر كان يحمل في طياته مفاجأة، فالبقرة المباركة لم تكن مجرد بقرة عادية، كانت ضرعها يدر العسل والحليب، مزيجا سحريا يمنح القوة والحياة. كان أمين وليلى يتسللان في جنح الليل، يرضعان من البقرة، ويشعران بدفء غريب يسري في عروقهما، يملأهما بالطاقة والحيوية. كانت البقرة كأم حنونة، تعوضهما عن حنان فقدتهما، وتمنحهما الأمان الذي حرمتهما منه زوجة أبيهما. مرت السنوات، وكبر أمين وليلى. أصبح أمين شابا قوي البنية، تتلألأ عيناه بذكاء حاد، بينما نمت ليلى لتصبح فتاة فائقة الجمال، ذات شعر طويل ينسدل كشلال من ذهب، وعينين ساحرتين. كانا يتمتعان بصحة جيدة وقوة ملحوظة، الأمر الذي أثار حيرة زوجة أبيهما وغضبها. كانت تتساءل بغضب يقطع أنفاسها: ماذا يأكل هذان الطفلان حتى أصبحا بهذا الجمال، بينما ابنتي لا تكبر ولا تسمن؟ كان الحسد يأكل قلبها ويسلبها راحتها. قررت أن تضع حدا لهذا اللغز، وأن تكتشف سر قوتهما. ذات ليلة، عندما خيم الظلام على القرية، تسللت زهرة خلف الطفلين، وشاهدتهما وهما يرضعان من البقرة، يرتويان من ضرعها الذي يدر العسل والحليب. اشتعل الغضب في قلب زهرة كالنار في الهشيم. لم تعد تحتمل وجود هذه البقرة المباركة التي كانت سر قوة الطفلين. في صباح اليوم التالي، خاطبت زوجها بصوت مشحون بالغضب: يجب أن تبيعها. كانت كلماتها كفحيح الأفعى تهمس في أذن عامر. أجابها الرجل بحزم، متذكرا وصية زوجته الراحلة: البقرة ملك لليتامى، لا يمكن بيعها. كان يعلم أن في بيعها خيانة لعهد ونكران لجميل، لكن زهرة لم تستسلم. كانت إرادتها أقوى من أي حزم. ألحت عليه حتى رضخ، فقد استنزفته بتوسلاتها وتهديداتها. أخذ عامر البقرة إلى سوق القرية، ونادى بصوت حزين يقطع القلب: يا أهل السوق، هذه بقرة اليتامى، من يشتريها سيعيش في الندامة. كانت كلماته تحذيرا، ولكنها كانت أيضا صرخة يأس. رفض الناس شراءها، فكلماته كانت كافية لتبعدهم عن هذا الشراء المشؤوم. عاد عامر بالبقرة إلى البيت، لكن زهرة لم تيأس. كانت خطتها الشيطانية لا تتوقف. في اليوم التالي استيقظت زهرة مبكرا، وارتدت عباءة رجالية،
ووضعت عمامة على رأسها لتخفي ملامحها تماما. انطلقت إلى السوق متنكرة كرجل تخطط لمكيدة محكمة. عندما عاد عامر لينادي على البقرة بنفس الكلمات الحزينة، تقدمت زهرة المتنكرة وأدعت أنها مشتر جاد، وقالت له بصوت خشن: بيع تربح. تم بيع البقرة للجزار، لكن عامر كان قد أصر على شرط غريب. اشترط عليه أن يأخذ ضرعها فقط وأن يتركه له. وافق الجزار، فقد كان الأمر لا يؤثر على قيمة اللحم. عاد عامر إلى بيته بقلب يعتصره الألم. وضع الضرع في قبر زوجته الأولى وكأنها كانت تنتظره. قال لأولاده بصوت مبحوح وعيناه تفيضان بالدموع: إذا جعتم اذهبوا إلى قبر أمكم، فقد تركت لكم ضرع البقرة. كانت هذه كلماته الأخيرة، فقد كان يعلم أن البقرة كانت سر بقائهم. استمر أمين وليلى في النمو بصحة جيدة، لا ينقصهم شيء، الأمر الذي أثار غضب زوجة الأب من جديد. لم تعد تفهم سر قوتهما، وكأن هناك قوة خفية تحميهما. أرادت أن تكتشف سر قوتهما الذي يزداد يوما بعد يوم، فأمرت ابنتها ملاكا بتتبعهم لمعرفة ما يأكلانه. عندما لاحظ أمين وليلى مراقبة ملاك لهما، تصنعا أنهما يأكلان الحشائش الخضراء من الأرض. قلدتهما ملاك، لكنها لم تحصل على نفس القوة، بل ازداد مرضها وضعفها، فقد كانت معدتها لا تحتمل ما تأكله. لم تعد زهرة تحتمل وجود الطفلين في البيت. كانت تشعر بالتهديد من جمالهما وقوتهما. أقنعت زوجها بمغادرة القرية بحجة أن هذه الأرض لا خير فيها. كانت تخطط لشيء أكبر، لإنهاء كل شيء. صدق عامر كلامها، فقد كان منهكا من الصراع معها، وكان قلبه مكسورا على طفليه. في طريق الرحيل مروا بنهر يتدفق ماؤه بغزارة، فأعطت زهرة الطفل أمين كسكاسا وطلبت منه أن يملأه بالماء. كانت تعلم أن الكسكاس به ثقوب كثيرة وأن مهمته مستحيلة. وأعطت الطفلة ليلى صوفا متسخا وطلبت منها أن تنظفه حتى يصبح أبيض ناصعا. كانت المهمتان مستحيلتين، وكانت خطتها أن تهرب تاركة الطفلين للموت. أثناء محاولتهما اليائسة لتنفيذ المهمة المستحيلة، سمع أمين صوت طائر يغرد بحزن: يا مسكين، ناسك رحلوا وأنت في العين. كانت كلماته كالصاعقة، أيقظتهما من غفلتهما. أدرك أمين وليلى أنهما قد خدعا، وأن زوجة أبيهما قد تخلت عنهما. عادا مسرعين إلى المنزل، لكنهما وجدا المكان فارغا، لا أثر لأبيهما أو زوجته. وجدا كسرة خبز تركتها لهما زوجة أبيهما، وابتسامة خبيثة ارتسمت على وجه ليلى. أدركت ليلى أن هناك خدعة، فقد كانت ذكية وفطنة. اقترحت على أخيها تجربة الخبز على الكلب قبل أكله، وبالفعل ما إن أكل الكلب منه حتى مات فورا. كانت الخبزة مسمومة. هرب أمين وليلى وسارا بعيدا، لا يعرفان إلى أين يتجهان، لكنهما كانا يثقان ببعضهما البعض. سارا عبر الوديان والصحاري تحت لهيب الشمس الحارقة وبرد الليل القارس، حتى وصلا إلى مكان غريب، حيث كانت هناك عيون ماء تتدفق. أول عين مياه صادفتهما كانت عين البقرة. شعر أمين بالعطش وقال لأخته: دعيني أشرب. حذرته أخته متذكرة وصية أمهما الغامضة: لا تفعل، ستتحول إلى بقرة. واصلان السير، فمروا بعين الثعبان، ثم عين الحصان، وأخيرا عين الغزال. كل عين كانت تحمل سرا ومخاطرة. عندما شعر أمين بظمأ شديد، لم يعد يستطيع المقاومة، فشرب من عين الغزال دون أن تراه أخته. ما إن ارتوى حتى تحول إلى غزال رشيق يمتلك قرونا ذهبية وعينين حزينتين. حزنت ليلى أشد الحزن على أخيها، كان هو أملها الوحيد، سندها في هذه الحياة القاسية. قالت له بصوت متهدج وعيناها تفيضان بالدموع: يا أخي، كنت أملي الوحيد. أجابها الغزال بصوت بشري، صوت حزين يخترق القلب: لن أنساك حتى أموت. كان وعدا صادقا،
وعدا بالحماية والصداقة الأبدية. واصلت ليلى السير بمفردها، ووصلت إلى شجرة ضخمة جذورها عميقة في الأرض وأغصانها تمتد لتلامس السماء. تسلقتها لتقضي الليالي هناك بعيدا عن الأخطار. كانت ترتاح على أغصانها وتتأمل النجوم وتفكر في أخيها الغزال. وذات يوم كان السلطان بدر الدين يمر بجانب الشجرة وهو يسقي حصانه الملكي. كان حصانه يرفض الشرب، يتجنب الماء ويشمئز منه. لاحظ السلطان شعرة ذهبية تشبثت بلسان الحصان، لم يستطع الحصان الشرب منها. نظر السلطان إلى الشعرة الذهبية الساحرة وقال في نفسه: هذه لا يمكن أن تكون إلا لشابة عذراء ذات جمال لا مثيل له. أمر السلطان جنوده بالبحث عن صاحبة الشعرة الذهبية. بعد بحث مضل وجدوا الفتاة ليلى فوق الشجرة. سألها السلطان وقد أخذ بجمالها: أنت إنس أم جن؟ قالت ليلى بصوت واثق وعيناها تبرقان بالحكمة: إنس، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تزوجها السلطان فقد سحرته بجمالها وحكمتها، لكنها اشترطت عليه شرطا واحدا كان أغلى عليها من كل كنوز الدنيا. اشترطت ألا يؤذي أخيها الغزال وأن يسمح له بالعيش في قصر السلطان. وافق السلطان على شرطها، وبدأت حياة جديدة مليئة بالخير والرخاء. كانت ليلى أميرة حكيمة محبوبة من الجميع، وأمين الغزال كان رفيقها الدائم. لكن الشر لا يموت بسهولة. وصلت أخبار زواج ليلى وجمالها إلى زوجة أبيها الشريرة زهرة. اشتعل الحسد في قلبها من جديد، فقد كانت تتوقع موتهما، لا أن تصبح ليلى أميرة. دبرت مكيدة للإيقاع بها، مستعينة بابنة أختها التي تشبه ليلى إلى حد كبير، والتي كانت تحمل في قلبها نفس الشر والحقد. أقنعتها بالذهاب إلى القصر، ودعت أنها ليلى، وقامت بوضع مخدر في شراب الأميرة. وعندما نامت دفعتها إلى بئر عميق داخل القصر، وأخبرت السلطان أن الأميرة قد ماتت. سقطت ليلى في البئر، لكن بفضل ذكائها وشجاعة أخيها الغزال الذي لم يبتعد عنها لحظة استطاعت أن تنقذ نفسها. كان الغزال يشعر بوجودها، وعندما لم يرها في مكانها شعر بالخطر. بحث عنها ووجدها في البئر. استخدم قرونه الذهبية وحفر نفقا صغيرا، ثم مد ذيله لتتعلق به ليلى وتصعد من البئر. وصلت ليلى إلى مكان آمن وتعرفت على خيانة ابنة خالتها. عادت إلى القصر وكشفت الحقيقة للسلطان. كانت الأدلة دامغة، وقد رأى السلطان بعينيه مدى شر زهرة وقسوتها. وفي النهاية حكم السلطان على زهرة وابنة أختها لتواجه الشريرة عقابها العادل. أدركت زهرة أن الشر الذي تزرعه سيعود إليك يوما. عاشت ليلى مع أخيها الغزال في سعادة وهناء، محاطة بحب السلطان ورعاية الجميع. وبقيت قصة البقرة المباركة وعين الغزال تروى للأجيال، لتكون عبرة لكل من يحاول زرع الشر، وليعرف الجميع أن الخير ينتصر دائما.